النهارده بقى في استكشاف جديد في العبور، وهو نادي النخبه الرياضي. يلا بينا بقى الدنيا هنا كده بالظبط. ده سنتر النخبه، سنتر تعليمي بس فيه بسين نفط الشباب. تنزل سوق المدينه هتلاقي سنتر النخبه في وشك على طول. بس الدنيا هنا تمام، بسين فاضي، الدنيا جميله زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا. طبعا يا جدعان، هو العنوان الاول كان عند محطه مترو عدلي منصور، دلوقتي الموقف اتنقل، بقيت هتنزل موقف العاشر وتاخد عربيه لحد الموقف الجديد. هي على بعد 10 دقايق يعني من المكان، بس هم بس نقلوا الموقف امبارح، بعد لكم بس العنوان اللي هو ما بقاش في موقف العاشر عند مترو عدلي منصور، بقى اتنقل قدام شويه. فيلا بينا بقى، تابعوا معانا ونروح بقى. يلا بينا. ودي كافيتيريا موجودة على حمام السباحة على طول. الأسعار بتاعتها مناسبة جدا، فيها كل حاجة تحتاجها يعني وانت موجود هناك. هنشرب قهوتنا ونجهز بقى للفرهدة. جاهز يا بودة؟ جاهز، يلا بينا. يلا بينا. ايه رايك يا بودة في اللعبة دي؟ زي الفل. ايه بقى الدنيا هنا كده بودة؟ ده سنتر النخبه، سنتر تعليمي بس فيه بسين. النفر هنا ب 100 جنيه ساعتين الشباب. تنزل سوق المدينه هتلاقي سنتر النخبه في وشك على طول. بس الدنيا هنا تمام، بسين فاضي، الدنيا جميله زي ما انتم شايفين كده. طبعا بودة راح جاب لنا ستينج، لأنه أساسا ما بيعرفش يعيش من غيرها. ودي الحمامات نظيفة جدا جدا جدا، وفيها دش، أو بتطلع من حمام السباحة تنزل تستحمى على طول. ودي النهارده كانت تجربتنا هنا في سنتر النخبة. السنتر ده أساسا سنتر تعليمي، بس هم فتحوا الحمام السباحة ده من سنتين بالظبط. فالتذكرة هنا بتاعت الدخول وكده لمدة ساعتين للفرد ب 100 جنيه. وهنا بيفتح الميعاد بتاعه من الساعة 10 لحد الساعة 3 العصر، تمام؟ ما عدا يوم الجمعة. يوم الجمعة بيفتح من بعد الصلاة لحد الساعة 10 بالليل. ودي طبعا كانت تجربتي هنا برضو في مدينه العبور. يعني مدينه العبور ما شاء الله عليها فعلا زي ما بيقولوا عروس المدن الجديده، فهي يعني مدينه كويسه ولذيذه فعلا والله. فالتجربه دي كانت النهارده فين؟ في سنتر النخبه. الحمام السباحه بتاعه جميل جدا يعني بصراحه، وفي امان وفي كل حاجه ونضيف، والميه بتاعته نضيفه. فانصحكم باذن الله تجربوها انتوا واصحابكم، واشوفكم بقى في تجربه جديده. سلام.